بصوا يا جماعه، هنعمل معاكم بقى النهارده سندوتشات الشاورما السوري الجميله دي. شايفين شكلها وجمالها؟ جميله جدا، حاجه جميله بيتي مضمونه، انت عاملاها في بيتك لاولادك، جميله جدا. تعالي معايا شوفي الفيديو وتعرفي اعملي السندوتشات الحلوه دي. السلام عليكم ورحمه الله. قبل ما نبدا فيديو النهارده نصلي على رسول الله ونبدا وصفتنا. هنعمل النهارده سندوتشات الشاورما السوري. هنعمل تتبيله الفراخ. هنا صويا صوص، هنا شويه من صوص الباربيكيو، وهنا شويه من دبس الرمان، بقى كزبره، فلفل، ملح، بصل بودر، معانا هنا صدر فرخه مقطعينه شرايح، ننزل عليه بالتتبيله، نقلبها كويس في التتبيله. هننزل بقى بالشاورما، هنا الشاورما يا جماعه اهي بتستوي معانا، قلب فيها بقى لحد ما تستوي. هي مش هتحتاج توابل ولا اي حاجه، كل التوابل بتاعتها محطوطه في التتبيله بتاعتها، فهي مش هتحتاج اي توابل تاني. هنا يا جماعه الشاورما اهي، نحط البصل، فلفل، يعني مش هنخليهم كتير فيها لان هما ياخدوا بس، يدبل بس حاجه بسيطه كده، يعني هي اصلا مش يعني سندوتشات الشاورما بيحطوا فيها البصل والفلفل ني كده، هو بس ياخد التشويحه بس مع الشاورما وخلاص. بصوا يا جماعه كده الشاورما استوت معانا اهي. هنطفي عليها النار بقى ونعمل السندوتشات. هنا العيش السوري اهوت يا جماعه، العيش ده على فكره انا اللي عاملاه، ان شاء الله هبقى اعمله لكم في فيديو مخصوص لوحده، هبقى اعمل لكم العيش السوري والكريب. يلا بقى نبدا سندوتش الشاورما مع بعض. هنحط هنا التوميه، نحط بطاطس، نحط الشاورما، نحط الكاتشب.
الكاتشب والتوميه دولت انا كنت عاملاهم في فيديو لوحديهم وهو نازل على القناه، لو عايزين تشوفوا الطريقه ادخلوا على القناه وشوفوا طريقه التوميه والكاتشب. هنلف بقى سندوتش الشاورما كده اهو السندوتش معانا كمان معاكم. نحط التوميه برضو الاول، نحط الشاورما، نحط الكاتشب ونلف بقى السندوتش. هنا بقى هنجيب طاسه زي كده هندهنها دهنه سمنه بسيطه. سندوتشات كده تاخد معانا تحميره بسيطه. بصوا يا جماعه بقى السندوتشات اهي بعد ما خلصناها جميله جدا وتحفه. الكميه دي طلعت معانا 10 سندوتشات شاورما. شفتوا بقى حلاوتها، شفتوا الجمال، تحفه، جميله جميله جميله. بصوا شايفين الجمال. جميله احلى من الجاهزه 100 مره.